يا صباح الفل عليكم. دلوقتي ايه؟ عايزه اعمل كيكه. فمعتز ابني بيقول لي ايه، بيقول لي لا انا اللي هعمل الكيكه، هو اللي عايز يعملها هو. بيقول لي انا الكيكه بتاعتي هتكون احسن من بتاعتي. فانا بقول لك يا معتز، انا هعمل صينيه وانت تعمل صينيه، ايه رايك؟ ماشي. شوفوا صينيه مين احسن. ماشي. ومش انا اللي هحكم، انتوا اللي هتحكموا. انا اللي شوفوا هحكم. معتز، هاجر انت تحكمي بينه، ومتابعينا حبايبي هيحكموا. شو معتز اللي هيعمل احسن مني صينيته ولا انا؟ هما بيقولوا ايه، لا انت الكيكه بتاعتنا هتبقى احلى من كيكتك. فقلت له احنا في تحدي انا وانت، انت هتعمل صينيه وانا اعمل صينيه، ونشوفوا مين بقى اللي صينيته هتكون احسن. يلا يا معتز ابدا بقى انت كده. فقلت لمعتز اعمل صينيتك بقى زي ما انت عايز، انا مش هتدخل، انا ماليش دعوه تعملها حلوه مش حلوه، ماليش دعوه. كل واحد مسؤول عن ايه، عن حاجته اللي هو يعملها. فانا والله وقفت في جنب خالص، وما هو عارف يعني ما شاء الله، عارف كل حاجه في الطبخ، كل حاجه بيعرف. بيعمل مشويات، بيشوي فراخ وبيشوي، بيعمل كل حاجه، وكفته وكل حاجه في اي حاجه، همبرجر كل حاجه. كده حط 3 بيضات، كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص سكر، واللهم صل على سيدنا محمد. وحط كيس فانيليا. ما قلتلوش حاجة والله، هو اللي مع نفسه كده خد الحاجات ديت كده وبيعمل بقى ايه. قال سيبيني بطريقتي انا، قلت له ماشي بقى. وحط كوباية حليب، كده كوباية لبن، يبقى 3 بيضات، كوباية لبن، وكيس فانيليا، وكوباية ونص سكر. ضربهم كلهم مع بعضهم. وهيحط بقى ايه، نص كوباية زيت على حتة زبدة صغيرة كده، يعني سيحتها له كده. كده هيحط كوبايتين ونص دقيق، زي ما المفروض ان هو قال لا بقى انا هحط كوبايتين ونص. قلت له زي معاك ما ياخد اللي انت ضربه في الخلاط. فطلع هو كلامه صح، قال لي لا هو حط كوبايتين ونص دقيق ومعلقه نشا، واللهم صل على سيدنا محمد، و بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر، يعني خلى منه شويه، حطهم تاني. فقلت له خلاص كل واحد ليه طريقه، لا انا ما مش انت حر، انا اعمل بتاعتي، وانا ما انا عارفه انا بعمل ايه، وانا بعمل على طول. فانت قال لي لا انا هعملها وتكون احسن من بتاعتك. قلت له نشوفه، اما يطلعوا نشوفوا مين اللي احسن. فهو كده بقى ايه، جاب المضرب معاه وهيرب بقى الصينيه بتاعته. وانا ولعت الفرن، قلت اولع الفرن عشان الفرن يبقى سخن، ووطيته خالص بقى. يعني الكيكة عايزة النار هادية خالص عشان تطلع، تاخد راحتها بقى وتطلع كويس. هديت الفرن خالص وسبته والع، و... وجيت بقى ايه، وقفت في جنب ماليش دعوة بيه. جاب كيس فروت، حطه. قلت له ليه؟ قال لي كده انا عايز لون، عايز عشان البرتقان اخضر، ما فيش برتقان، البرتقان عندنا اخضر، فلو ضربته مش هيديني اللون. قلت له خلاص براحتك، حط فروت وحط تانك، حط زي ما انت عايز. فهو عملها بقى وحط كيس فروت. وبشوف فكرته بقى، يعني انا هشوف هو بصراحة بتاعته هتطلع عاملة ازاي. وانا اعمل بالحليب بقى خالص، مش هحط حاجة. انا يا اما احط برتقان وحليب، يا اما ما بعملها بالحليب بس. فانا النهارده اعملها بلبن بس عشان البرتقال لسه اخضر. كده عمل صينيته بقى خلاص، هيفضي الصينيه بتاعته خلص كده. وانا ايه، هبدا اعمل صينيتي. نشوف بقى اي واحده فيهم هتطلع احسن. هو كده خلص الصينيه وراح فضها الفرن. قال محدش يلمس صينيتي عشان تبقى انا يعملها كلها، ومحدش ليه علاقه بقى. قلت له خلاص ماشي. كده الصينيه بقى عملها دي بتاعت معتز، طلعها بقى واحط صينيتي. كده بقى اللبن بتاع الحليب بقى اهو. هحط بقى ايه، كوبايه لبن. يا احلى متابعين، ما تنسوش اللايك والاشتراك، مع طبخة هنية تكفي 100. يلا بقى جدعانوا معايا كده عشان افعل القناة. يا احلى متابعين،
كده حطيت كوباية حليب، واحط 3 بيضات. انا بعملها ب3 بيضات او 4 بيضات، في الحالتين بتبقى جميلة. كده 3 بيضات ما شاء الله يعني. الجو عندنا الشتا النهاردة جامد برا، فقلت اتسلى بقى. كده بقى احط فانيليا في كيس ونص اهو، احط كيس ونص فانيليا، ولو في الاتنين احط 2 عادي. الفانيليا بتخلي الكيكة عشان طعمها بيبقى حلو. حطيت كيس ونص فانيليا و3 بيضات وكوباية حليب، واحط كوباية سكر. كل ده بقى هضربه مع بعض، السكر والبيض والحليب مع بعض. كده بقى بضربهم بقى ضربة جامدة بقى يعني كويس، عشان الرب كويس بيطلع الكيكة ناجحة. كده بقى خلصت ضربتهم كلك في الخلاط. هجيب بقى الدقيق واحط بقى وارب، احط شوية بشوية كده والمضرب في ايدي. شكرا على المشتركين، بجد شكرا على كل اللي اشترك معايا. شكرا يا احلى متابعين على الاشتراك اللي انتوا الجداد واللي معايا. بشكركم كلكم في انحاء بلاد العالم. الف شكر ليكم. وان شاء الله يا رب كده افعل القناة كده. ادعولي ادعولي يا رب افعل القناة ان شاء الله. كده بقى هرب بقى كده الدقيق على قد ايه، على قد اللبن والبيض اللي معايا. اهم حاجة الرب بقى كويس كده، ربها كويس. وانا طبعا الفرن سخن، هدخلها الفرن على طول. اشوف بتاعتي بقى احسن، يا رب بتاعتي تكون احسن. هتشوفوا بقى بس ايه. يا رب تعجبكم. انا متعودة في الشتاء والله على طول، يعني على طول بالليل كده اقوم اعمل صينية. بتبقى جميلة يعني بالشاي كده، بتبقى حاجة ايه، حاجة حلوة. كده بقى فضي في الصينية بتاعتي، وطلعت بتاعت معتز. كده يا رب تكون صينيتي بقى تطلع جميلة كده. يلا بقى كده قولوا له رأيكم بقى في صينيتي لما تشوفوها طلعت. يا رب تطلع جميلة كده. تسالي بقى. وبره عندنا الشارع شتا جامد. كده بقى خلاص طلعت بقى كده، وانا مهديه لها النار خالص، لازم اهدي النار من فوق ومن تحت. كده الصينيه بتاعتي دي بقى طلعت كده. شوفوا ايه رايكم بقى كده. دي الصينيه دي بتاعت معتز، الاولانيه دي بتاعت معتز، ودي بتاعتي. ايوه دي بتاعتي بقى، اللي عليها السكينه دي بتاعتي. شوفوا بقى رايكم. شوفوا هشه وجميله وريحتها طالعه جميله والله. الزبده مخليه طعمها جميل. ايه رأيكم بقى كده. تنسوش اللايك والاشتراك يا احلى متابعين. شوفوا بقى الكيكة بقى كده. ايه رأيكم. هشة وطرية وجميلة. دي صينيتي ودي بتاعت معتز. هما تقريبا يعني انا يعني